فشل ونجح الاهلي تاريخيا سيواصل تعزيز ارقامه القياسيه، معظم ارقام البطوله مسجله باسم الاهلي، على اكثر فوزا باللقب، على اكثر وصولا للنهائي، على اكثر لاعبا لهذه البطوله، على اكثر تحقيقا للانتصار، على اكثر وصولا الى الدور نصف النهائي، والاكثر دائما. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول، ملك الحلول، وي علي وي علي. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين نادي القرن، النهارده الاهلي بيخسر بشرف. الاهلي خسر بشرف تحت الفجر التحكيمي والعهر التحكيمي والاتحاد الافريقي الفاسد الفاجر، دول كلهم. ده هو ده الاهلي ما يخسرش غير كده، غير بالفجر التحكيمي وبالعهر التحكيمي. غير كده محدش هيقدر يكسب الاهلي، وانا بقول لكم الكلام ده، محدش هيقدر يكسب الاهلي. اتشو المدرب الحكم اللي كان بيحكم لقاء النهارده، الحكم ده بصراحه ربنا من وجهه نظري لا يصلح ان هو يحكم دوره رمضانيه، مش ماتش زي ده. بس ده اكبر دليل يثبت للعالم كله ان الاهلي دايس على وش اي حد في قاره افريقيا، اي حد. فعشان كده ما يخسروش غير بالتحكيم، غير كده لعبوا راجل لراجل هينداس على وش اي حد في قاره افريقيا. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي دايس على قاره افريقيا تما، ومش بس دايس عليها، ده هو دايس عليها لدرجه انه ردمها تحت التراب. ولا اي نادي هيقدر يقف قصاد الاهلي غير بالحكام، الحكام الفاسده. ده اللي مبوظ قاره افريقيا عن قاره اوروبا. بصوا شوفوا الحكام بره بتعمل ايه. انما ازاي يجي حكم زي ده اي لاعب من الاهلي يكلمه، بص تلاقي الحكم نفسه بيحول ليه، عينيه بتروح مخاصمه بعضها كده، عين الحكم بتروح مخاصمه بعضها. انما يتكلم اي لاعب تاني من اتحاد العاصمه بيبقى عامل زي الكلب، وشه في الارض وهو بيتكلم معاه. ليه؟ لان اتحاد العاصمه الجزائري كسر عينه وكسر عين الاتحاد الافريقي. هو ده الاتحاد الافريقي بتاعنا. والحكام ظلم وفجر تحكيمي. بس من الاخر انا خسران بشرف. ضربة جزاء من وحي خياله، دي كده ضربة الجزاء دي من وحي خياله. لاعب واثنين وثلاثة يتكسروا في قلب منطقة الجزاء وما تحسبش لهم ضربة جزاء، ويجي اللاعب زي ده ما يتلمسش يتحسب له ضربة جزاء. انت مستني ايه عشان تحسب للاهلي فاول ولا ضربة جزاء؟ يجيبوا النشابة بتاعت الناس اللي هم اللي بتوع الفطير، لما يروحوا دايسين لك على اللاعب رايح جاي كده 15 مرة، لما يخلوا لك زي الفطيرة عشان تحكم له، عشان تحسب له. ده ايه الفجر ده الفجر بقى علني خلاص، ما عادش فيه. بص انت لا ده دلوقتي انت الحكم دلوقتي بيطلع بقى، ده قانون في افريقيا. لو ما كانش فاجر ما لا يصلح يبقى حكم، لازم يبقى فاجر وفاسد عشان تبقى حكم وتاخد وضعك وتتشهر في قاره افريقيا، وتبقى من انظف الحكام في افريقيا او من احسن الحكام في افريقيا. لازم تبقى فاجر ومرتشي وفاسد. هي دي الحكام بتاعت قاره افريقيا. وهو ده الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي اللي هو رئيس نادي صن داونز سابقا. وعشان الاهلي دايس عليك، مش مشكله خالص ان انت تكسب الاهلي ماتش ولا 2 ولا 3 ولا 10 5-0. ايه المشكله؟ اكسب الاهلي 10 ماتشات 5-0، بس عمرك ما هتشوف بطوله من الاهلي، عمرك ما هتاخد بطوله من الاهلي. اتحاد العاصمه الجزائري الفرحه الهستيريه اللي كانوا فرحانينها عشان كسبوا الاهلي حقهم، وحقهم يعملوا اكتر من كده، وحقهم يقعدوا 9 سنين ما يناموش كسبانين اسد افريقيا. اتحاد العاصمه الجزائري كسبان اسد افريقيا، ده الطبيعي، ده الطبيعي والله. واحنا كده خسرانين بشرف. ده طبعا ما يمنعش ان لاعيبه النادي الاهلي كانوا بصراحه يعني بسم الله ما شاء الله، ما فيش اوسخ من كده في الماتش. بسم الله ما شاء الله بصراحه. طاهر ده ينزل يعمل ايه انا ما اعرفش، وبصراحه انا ما اعرفش اصلا طاهر مستمر مع النادي الاهلي لحد النهارده ليه. ما اعرفش انا لغز طاهر ده فين، انه يفضل في النادي الاهلي لحد دلوقتي. طاهر ده والله ما ينفع، ولا جايبينه عشان يغني اغنيه سطلانه،
او اتحاد الجزيره، الاتحاد العاصمه الجزائري هو اللي طلع غنى لكم اغنيه سطلانه في الاخر. طاهر مين اللي ينزل يلعب؟ طاهر ده لا يصلح ان هو يلمس كره قدم، ده اخره يروح يلعب كره شراب في الشارع، ما يلعبش في النادي الاهلي. ما اعرفش احمد عبد القادر ما نزلش ليه. الشحات عمل ايه في الماتش بتاع النهارده؟ ما عملش حاجه. هو بصراحه ربنا احسن اتنين كانوا في المباراه تما رضا سليم، اللي هو حسسني بصراحه ان محمد صلاح بيلعب في الاهلي. ده كان محمد صلاح بالنسبه لي انا. رضا سليم ده صفقه ناجحه بكل المقاييس. محمد صلاح. امام عاشور كان في الشوط الاولاني ممتاز، الشوط الثاني صفر. فده ما يمنعش ان لعيبه الاهلي كانت زي ما قلت لكم كده بسم الله ما شاء الله، ما فيش اوسخ من كده باستثناء رضا سليم وامام عاشور في الشوط الاول فقط. وطبعا رقم واحد في المقدمه محمد الشناوي، اللي لولا محمد الشناوي كان زمان الاهلي خسران 3-4-0. الحكم يوقف الماتش بدل المره 20 مره عشان خاطر اتحاد العاصمه الجزائري. لا وهو بس شاطر البزازه في بقه لما يجي لاعب من النادي الاهلي يتصف في نص الملعب. انما عند ال 18 لو داسوا عليه بقطر، لو اي لاعب من لعيبه النادي الاهلي انداس عليه بقطر والله ما هو مصفر ولا مديك حاجه. عشان اتشو ده كده هرجع اقولها تاني وتالت ورابع وعاشر، ده الفساد التحكيمي في افريقيا، ده الفجر التحكيمي في افريقيا. قاره افريقيا مش هتنضف غير لما الوساخه اللي فيها تنضف. رؤساء الاتحادات، الاتحاد الافريقي الفاسد يمشي عشان القاره دي تظبط. لان ده هي البطولات في افريقيا النهارده بقت هتتوجه، يعني الايام دي كده بقت اي بطوله افريقيه تتوجه زي ما توجهت قبل كده للمغرب، وراح الماتش اتلعب في المغرب النهائي بين الوداد المغربي وبين الاهلي والمغرب اللي كسب. ده طبعا معروف ان البطوله متوجهه، بس ده طبعا احنا بنتكلم ان الاهلي ما ينفعش يتكلم فيها بالاخص مع اللعيبه. سيب اللعيب يروح يلعب وانت بقى امشي بقى باجراءاتك القانونيه. يعني احنا ما بنطلعش مبررات، احنا هنا ما بنطلعش مبررات. اي لاعب وحش في الاهلي بنقول عليه وحش، اي لاعب وحش في الاهلي بنقول عليه وحش. زي ما اتكلمنا على طاهر، زي ما اتكلمنا على معظم لعيبه النادي الاهلي النهارده كانت تايهه مش لاقيه بعضيها خالص، ما تعرفش كان في ايه في الملعب. وزي ما اتكلمنا على رضا سليم وعلى امام عاشور برضه احنا بنتكلم ان احنا البطوله موجهه، بس دي مش قصه اللعيبه، دي مش قصه لعيبه. احنا بندي كل واحد حقه، كل واحد بياخد حقه. وحق الاتحاد الافريقي والتحكيم الافريقي النهارده ده ملوش غير عنوان واحد بس، فجر تحكيمي. هو ده الفجر التحكيمي بتاع قاره افريقيا. يا ريت تشيروا الفيديو ده عشان يلف على مستوى العالم كله وجميع الدول تعرف الفجر التحكيمي اللي موجود في قاره افريقيا، اللي عمرها ما هتطلع نادي اوروبي، عمرها ما هتطلع نادي بنفس المستوى والكواليتي بتاع النادي الاوروبي. ليه؟ لان في فجر تحكيمي. الاهلي يلعب مكسر الدنيا، برضو اللي هياخد البطوله اتحاد العاصمه الجزائري. انت عندك اتحاد العاصمه الجزائري عمل ايه؟ عمل ايه اتحاد العاصمه الجزائري؟ 10 ركنيات او 11 ركنيه للاهلي مقابل 0. فين الاتحاد العاصمه عمل؟ ركله جزاء مش ركله جزاء، دي من وحي الخيال بتاع اتشو. طب احنا كنا بنتحايل، اللعيبه كانت بتتحايل عليه يروح يشوف ضربه الجزاء بتاعتنا اللي لينا 3 ضربات جزاء ما اتحسبوش. اللعيبه كانت بتتحايل عليه يروح للفار وطبعا رافض، واي حد يتكلم معاه يطلع انذارات. طب في نهايه الماتش ده الحكم طلع انذار للاعب من اتحاد العاصمه الجزائري، ولما راح كلمه ورجع حط الانذار في جيبه تاني. هو في ايه؟ هو في فجر كده؟ ايه الحكام دي؟ الحكام دي فاسده ولازم تتحاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.